بدأ مستوطنون وبدعم وحماية من فصيل جيش الإسلام التابع لدولة الاحتلال التركي أمس الثلاثاء ببناء عقارات سكنية ضمن بساتين قرية كفرجنة بريف عفرين المحتل. وقال مصدر خاص لنورث بريس أن سماسرة وتجار قاموا ببناء وتأسيس أبنية سكنية في أحراش قرية كفرجنة بريف عفرين لعرضها للبيع لاحقا أو القيام بتأجيرها. وأشار إلى أنه تم بيع عدة شقق سكنية أسسها مستوطنون بالشراكة مع قيادة فصيل جيش الإسلام لنازحين من ريفي إدلب وحماة بأسعار تتراوح بين 10 و13 ألف دولار أمريكي. وفي سياق آخر عمدت فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا إلى حفر وتدمير موقع بئر الجوز الأثري الواقع غرب قرية برمجة بجانب طريق المعبد بين مركز الناحية وبرمجة، والتي تتبع إداريا لناحية ماباتا. وتعرض الموقع بعد سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينة عفرين لأعمال حفر وتجريف أواخر العام 2019، حيث تسببت تلك الحفريات إلى اقتلاع العديد من أشجار الزيتون وتدمير الأراضي الزراعية. وفي 16 كانون الثاني الجاري نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تواصل تدمير ما تبقى من تلة عين ديبة الأثرية الواقعة شمال غرب مدينة عفرين ب5 كيلومترات. وتعد التلة من التلال المسجلة لدى وزارة الثقافة السورية والمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية بالقرار 244 للعام 1981. وتعرض التل الأثري لعملية تدمير بواسطة الجرافات والآليات الثقيلة من قبل الجيش الوطني، بحيث يتم تدمير معظم سفح الأكروبول وتدمير الطبقات الأثرية ونهب محتوياتها على مدى 3 سنوات، وتقدر المساحة المدمرة ب6000 متر مربع. وكان المرصد السوري قد أشار في 13 كانون الثاني إلى تجريف عناصر الجيش الوطني ما تبقى من تل مرسى الأثري باستخدام الآليات الثقيلة بحثا عن اللقى الأثرية. ويقع التل غرب قرية مرسى قرب الحدود السورية التركية، تبعد عن مدينة عفرين 35 كيلومترا شمالا. وتعرض التل إلى عمليات حفر تخريبية بالآليات الثقيلة والجرافات بعد سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على مدينة عفرين في العام 2018. وجراء أعمال الحفر المتواصلة تم تدمير التل الأثري بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير معظم الأراضي الزراعية المحيطة بالتلة، وتقدر المساحة التي تم تدميرها بنحو 3500 متر مربع. بدعوى من المبادرة الوطنية من أجل عفرين وجمعية الصداقة بين مدينتي عفرين وأوردنبورغ، تجمع العشرات من الكرد والألمان مساء أمس الثلاثاء 18/1/2022 في مدينة أوردنبورغ الألمانية للتنديد بالاحتلال التركي لمنطقة عفرين، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة للهجوم التركي على عفرين. وألقيت في المناسبة عدد من الكلمات التي تحدثت عن انتهاكات الدولة التركية والميليشيات التابعة لها بحق أهلنا الكرد في عفرين، معبرين عن أملهم الكبير بعودة عفرين إلى أهلها وانتهاء الاحتلال. ورفع المتظاهرون صورا ولافتات منددة بالاحتلال وأشعلوا الشموع تعبيرا عن أملهم بعودة عفرين إلى أهلها وعودة المهجرين إليها، وناشدوا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه جرائم الدولة التركية. هيمن كرداغي المنسق العام للمبادرة الوطنية من أجل عفرين أكد من خلال قناة برسف تي في أن الهدف هو تحرير عفرين، وأن قضية عفرين تخص جميع الكردستانيين والسوريين من سياسيين ومثقفين وغيرهم. من جانبه تحدث السيد أحمد زيبار نائب المنسق العام للمبادرة عن الانتهاكات التي تحدث في عفرين بشكل يومي، وعبر عن أمله بوقوف الكرد صفا واحدا وفي كل مكان من أجل فضح ممارسات تركيا ومرتزقتها. برای هر تشتی که مسپاسیا برسر تیمی دکن و نیچه‌گانوان انبیجنات به چالاکی مال اولدن بودیم کما زیادی و اجتماعی بو عفرین رجال کمالیا دوستانی عفرین و اولدن بود ما بحضر به چالاکی چیکر بگومان او به چالاکی ما جبو روارش و عفرینی بود 4 سالیا روارش
وكو ام ارمانج قداغر كار وشاتين ويج عفريني ام درخين وملتي باب رومات بقر نو عرضي خو نو جيبو ولي خو وتبي درباره دجي ام براستي حمو كردستانيان حمو روج آواییان حمو روشنبیر و نویسکار و دقاد سیاسی دا دقاد نویسکاری روشنبیر دا دخوتن ام يعني بانگی وان دکن بگومان افرین يعني امنا خودی بانگا بیجن تشکیلیه نه افرین دوزه هر کردکی و هر دموکراتیکی و هر ولاتیه کی هر سوریه کیه ام دخوازن هلوستی وان براستی آشکره و بشیوه کی زلال جعفرین رو نشان بدن و خودی هلوستا ایرو ام عفرین دینم براخوا 4 سالنه عفرین روشک خراب را در باز داده هر کاری که خراب عفرین تکرن کشتن خرابی دزیه دارخود کرن هر کاری که عفرین تکرن ایرو ام دخوازند و رویدا عفرین بینم براخوا هر دو بیرام مدویه دلیم مدویه لام جا عالم را بدون خیال کرن عفرین جبیر نابه. تساقطت الثلوج في معظم مناطق الجزيرة السورية منذ ليلة أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء، وأدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية مثل طريق الحسكة تلتمر والحسكة الدرباسية، ووقوع حادثين مروريين على طريق القامشلي عامودة والحسكة عامودة دون إصابات. كما تسبب تساقط الثلوج إلى توقف حركة السكان وإغلاق الأسواق وشلل شبه تام في عموم المناطق. وبسبب سوء الأحوال الجوية علقت لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا جلستها حتى الشهر المقبل. كما أجلت جامعة الفرات امتحانات كليات ومعاهد فرع الجامعة بالحسكة ليومي الأربعاء والخميس إلى موعد يحدد لاحقا. وأصدرت الإدارة العامة للمرور في شمال وشرق سوريا عدة إرشادات لحفظ سلامة الأهالي، وأكدت على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة من المنخفض الجوي، وخاصة عند قيادة المركبات والتقيد بإجراءات السلامة المرورية. كما تساقطت الثلوج في قرى وبلدات منطقة عفرين المحتلة وكذلك في كوباني، بالإضافة إلى مناطق سورية عدة. قالت المستشارة الخاصة للرئاسة السورية لونا الشبل إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا يقتصر على ضباط إيرانيين مع الجيش السوري، وليس هناك تشكيلات أو وحدات إيرانية. وأضافت الشبل في حديث لقناة روسيا اليوم أن وجود قوات من عدمه ومهما كان نوعها أو شكلها أو جنسيتها هو قرار سيادي لا يتدخل فيه أحد ولا يحق لأحد أن يملي فيه، وأن سوريا هي التي تقرر ما الموجود على أراضيها وما تريد أن يكون موجودا على أراضيها ومن لا تريد. وقالت الشبل إنه ليست هناك قوات جيش بمعنى تشكيلات أو وحدات عسكرية إيرانية على الأراضي السورية، والموجود هو ضباط إيرانيون مع الجيش السوري، فنحن في حالة حرب وبحاجة لأي مساعدات عسكرية. ونفت الشبل ما يصور في الإعلام من قوات وجيش لإيران قائلة إن ذلك غير موجود، فلا إيران طلبت إرسال قوات ولا هو موجود. ووصفت الشبل علاقة بلادها مع إيران بأنها تاريخية ووفية، وقالت إن إيران وقفت مع سوريا والجيش السوري في الحرب، وسوريا لا تقابل الوفاء بالغدر. هذا وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود نحو 50 تشكيلا إيرانيا وصلت أعداد عناصرها خلال عام 2017 نحو 70,000، وتقدر أعدادهم اليوم بأكثر من 100,000 مسلح باعتراف قائد الحرس الثوري الإيراني. ورغم ذلك تبقى أعداد عناصر الميليشيات غير دقيقة بسبب التعتيم المتعمد من قبل الإيرانيين ونظام الأسد على حد سواء. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أناليني بيربوك في موسكو يوم الثلاثاء أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها تسمع تهديدات ضدها. وقال: آمل أن يكون كل هذا لا يعكس سوى مشاعر معينة تثيرها قوى معينة داخل معسكر الدول الغربية. وأكد الوزير الروسي مجددا أن موسكو تنتظر من واشنطن الرد على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية من أجل مواصلة المفاوضات.
وخلال المحادثات ناقش الوزيران وجهات النظر حول الآفاق المستقبلية للتعاون ضمن صيغة نورماندي، وقررا أنه يجب اتخاذ خطوات للمساعدة في تنفيذ اتفاقيات مينسك ضمن هذه المجموعة الرباعية، وذلك قبل كل شيء من خلال تكثيف عمل مجموعة الاتصال، حيث يتم تمثيل كل من كييف ودونيتسك ولوغانسك. ويأمل لافروف أن تؤثر برلين على شركائها في كييف حتى ينفذوا أخيرا الالتزامات التي تعهدوا بها. وتطرق الوزير الروسي إلى مشكلات بدء تشغيل خط أنابيب الغاز، منددا بالطبيعة غير البناءة لمحاولات تسييس المشروع في ألمانيا. وجاء الاجتماع في إطار زيارة أنالينا بيربوك الرسمية الأولى لموسكو ولقائها الأول مع لافروف، وسط تصاعد عدد من القضايا التي تؤثر على العلاقات الألمانية الروسية، أهمها الموافقة الأوروبية لبدء تشغيل مشروع خط أنابيب الغاز والتوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.